ورب ضارة نافعة. فمؤامرات أداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا. وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره، رغم انزعاج الأداء وحسد الحاقدين. شعبي العزيز، جمال، نبدأ معك جمال عن ردود الفعل لديك الآن في إسبانيا على هذا الفوز، من ضمنها دولة عربية، نتحدث عن المغرب، إسبانيا، البرتغال، وبالتالي كانت جميع التوقعات ترشح هذا الملف المشترك الثلاثي. لكن حدثنا أكثر عن ردود الفعل لديك في الصحافة الإسبانية، كيف تحدثت بعد هذا الإعلان؟ مساء الخير لك، مساء الخير للكابتن عزيز. إذا قلت التوقعات، تحدثت عن التوقعات. نعم، الجميع كان يتوقع أن يفوز ملف إسبانيا، البرتغال والمغرب. وأعتقد بأن كان هناك اجتماعا خلال قبل أسبوع في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بلا ثلاثات، حيث استضاف بيدرو روشا الرئيس المؤقت للاتحاد الإسباني لكرة القدم نظيريه البرتغالي فرناندو غوميش والمغربي فوزي لقجع في اجتماع بعيدا عن وسائل الإعلام، مما يعني أو يوحي بأن كانت هناك بعض المؤشرات إلى ما نحن فيه اليوم من انسحاب أو من ظهور ملف وحيد مرشح، أي بدون تصويت تقريبا بالنسبة لهم، على اعتبار أن الملف الوحيد الذي سينظمه هو إسبانيا، البرتغال والمغرب. طبعا أعتقد بأن الجنوب أمريكيون كانوا على وعي، على دراية بأن الملف الأوروبي أقوى، وبأن ما لديهم ما كانوا يقدمونه في كل مرة موجود في الأوروغواي، وهو الذكرى المئوية لكأس العالم 1930-2030. وبالتالي أعتقد بأن إجراء المقابلة الافتتاحية هناك وبعض المباريات هناك في أمريكا الجنوبية والاحتفال الكبير بهذه الذكرى ربما يجيب على ما هو شعار ترشح الدول أمريكا الجنوبية. بينما بالنسبة لإسبانيا، البرتغال والمغرب مقومات كثيرة، قارتين، وهنا أعتقد بأن هنا يكمن كل شيء، لأن أمريكا الجنوبية بأصواتها، وحتى إن أخذت أصوات أمريكا الشمالية، فلنفترض بأن يكون هناك نوع من التعاون بين القارة الأمريكية ككل، مهما اجتمع فلن يمكنهما أن يعادل أصوات إفريقيا وأوروبا. طبعا أوروبا وإفريقيا لو اجتمعتا لديها أكثر من نصف 2022 بلد عربي، والمغرب أيضا بلد عربي في 2030، إلا أن الفيفا لا تأخذ بعين الاعتبار القوميات أو الانتماءات اللغوية، بينما تعتمد على القارات. وبالتالي بما أن كأس العالم ستنظم 2026 في أمريكا، ثم 2030 في إفريقيا وأوروبا، من الممكن ومن المرجح أن تعود إلى آسيا. وأعتقد بأنها حينها ستكون حظوظ السعودية وفيرة في الحصول.